هذا. وفي رأس الحربة ورأس النفيضة كان المقاتل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، اللي اليوم هو ضيف علينا عزيز، وهو اليوم يعتبر من أهالي هذه المدينة، لأن كان له الفضل في حقن كثير من الدماء. يسرني جدا وعبر راديو الغد أن ألتقي بسيادة الفريق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي العزيز. سعيدين جدا اليوم بأن تكون ضيف وأنت بين أهلك في محافظة نينوى. بالتأكيد أنا لا أسعد، لأن هذه المدينة لها فضل علي قبل لا أني أجي أقاتل بهذه المدينة، وإن شاء الله رجعنا الفضل لأهل الموصل. أهل الموصل يستحقون كل الاحترام وكل التقدير، ويستحقون الأمن والأمان اللي قاعد نشوفه بعيون الأطفال والنساء والشيوخ. فبارك الله بجميع من ساهم في إعادة البسمة لأهل الموصل. كنت دائما بالخط الأول وكنت تسير بدون خوذة، وفي يوم من الأيام أرسلت رسالة لجنابك قلت لك أنت ملك للعراق وليس لنفسك. فهذه الشجاعة اللي جنابك كنت تتمتع بها من جدك؟ والله يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني أكيد، وحب هاي الناس. أنا قلت أكثر من مرة أنه معركة الموصل هي معركة إنسانية قبل لا تكون معركة ضد الدواعش. أردنا أنه نحرر الإنسان قبل لا نحرر الأرض، والحمد لله والشكر كانت المهمة مزدوجة، فاستطعنا أن نحرر الإنسان وفي نفس الوقت أنه نعيد هاي المدينة الأثرية، هاي المدينة التاريخية، ونعيد الأمن والأمان لأهل الموصل. تدري أنت الموصل مدينة حضارية، وأهل الموصل ناس دائما مرجعيتهم القانون والدولة، فبالتأكيد هذا التعاون وهذا التنسيق معهم هو جزء أساسي من تحقيق النصر. موقف لن تنساه أبدا. والله يوم من رفعت الراية بالموصل، ويعني تضحيات الشهداء اللي انطيناها ما تنسي أبد. فأنا أقول لكم إياها مثل ما أنتم انطيتوا دم وإحنا انطينا دم، لا تنسون دم. رحمة الله على الشهداء. أخيرا بعد هذه السنوات وفي مثل هذا اليوم زرت ولاحظت حب الناس وتجمهر الجميع إليك، ماذا تقول لأهلك في نينوى؟ والله مثل ما يحبوننا احنا نحبهم أكيد. يعني أهل الموصل ناس أبدا يعني عندهم عرفان بالجميل، لكنه احنا ما نعتبره جميل بقد ما نعتبره أنه هذا واجب ومسؤولية أديناها على وجه صحيح، وإن شاء الله الله يتقبل من عندنا ومن عندهم. يطول عمرك، وكل سنة تزورنا ونلتقي معك إن شاء الله.